على كل سنواصل الحديث عن المنتخب الجزائري وعن مباريات المنتخب الجزائري، وسأبدأ بالمباراة الأولى. ستكون مباراة مهمة جدا أمام المنتخب الأرجنتيني، لأنه المنتخب الأرجنتيني مع سكالوني في استقرار كبير، منتخب مستقر، بطل العالم، تقريبا كل مقومات المنتخب البطل موجودة، وتقريبا هي المباراة الأصعب على كل المستويات. سيدي صحيح، المنتخب الارجنتيني هو الفريق المرشح في المجموعه ومرشح في البطوله. احنا ما عندنا ما نخسروا في هذه المباراه، لان المباراه تكون بالنسبه لنا كبدايه، ولازم نبداو بطريقه جيده في اللعب. انا ما نتكلمش عن النتيجه، نتكلم عن اللعب وعلى التنظيم تاعنا. لو لعبنا مباراه جيده بتنظيم جيد ممكن عندنا حظوظ ان نعمل مفاجاه. اذا ما حصلناش على فوز او حصلنا على تعادل، هذا يكون كله ايجابي، لانه المباريات الاخرى اللي حتكون اهم ضد الاردن ضد النمسا باش تتاهل. لان الارجنتين كل الفرق مش تحسب للارجنتين، تحسب للاردن، تحسب الاردن يحسب للجزائر، والنمسا تحسب للاردن والجزائر، والعكس صحيح. يعني مباراه الارجنتين هو اقوى المجموعه، ولكن هذا ما يمنعش انه الفرق تحاول ان تحرج الفريق الارجنتيني، خاصة أن الفريق الأرجنتيني في أول مباراة دائما ما يكون أقل مستوى. يعني البطولات اللي سابقة كان يخسر. هذا اللي بقوله مع فؤاد، لأنه أعتقد أيضا فؤاد أن المباراة الأولى لا يجب أن تقوم بنفس الخطأ اللي قام به المنتخب السعودي. أتذكر المنتخب السعودي قدم مباراة عالمية مع المنتخب الأرجنتيني وفاز 2-1، ولكن بعد تلك المباراة انهزم أمام بولندا والمكسيك، وكأنه رمى بكل ثقله بكل أوراقه بدنيا، وقع استنزاف كبير جدا. بالطاقة لديه كل انتهى في المباراة هذا ما لا يجب أن يقع في المنتخب الجزائري. أكيد أن المدرب بيتكوفيتش يعلم جيدا بأن ما قاله محرز، يعني المباراة الأولى ستكون صعبة جدا، سنحاول الخروج منها بأقل أضرار، ولما لا خطف نقطة أو لما لا 3 نقاط في هذه المباراة. مهم جدا عدم الخسارة في المباراة الأولى. أعتقد أن الجزائر تاريخيا في منافسات كأس العالم ضد المنتخبات الكبيرة، المنتخبات الكبيرة دائما ما أدت مباريات كبيرة وفازت في بعض المباريات. أعتقد حتى في المباريات الودية، يعني الجزائر أمام المنتخبات الأكاديمية التي تلعب كرة جيدة نجد أنفسنا ونؤدي مباريات كبيرة. أنا متفائل جدا في المباراة الأولى أمام الأرجنتين. هذا ما نتمناه الحقيقة. نتمنى أنه سيناريو مباراة الأرجنتين والسعودية يعاد من جديد مع المنتخب الجزائري. المباراة الثانية ستكون أمام المنتخب الأردني، مباراة ديربي بكل المقاييس، وأعتقد أنها مباراة التأهل لكلا الفريقين. أكيد. الجزائر أو الأردن، المنتخب الذي يريد أن يتأهل مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية في تلك المباراة. على فكرة التعادل ممكن لا يساعد حتى فريقه، ممكن التعادل يقضي على أحلام الفريقين، لهذا الانتصار في تلك المباراة تقريبا يعني التأهل إلى الدور القادم. أكيد الانتصار في مباراة الأردن ويفتح لك الأبواب للتأهل، والمباراة تكون صعبة. ما تقولش أن الأردن مباراة ديربي في الأخير، ديربي، والأردن جاي طموح، فريق متطور. شفناها لعب نهائي كأس آسيا، نهائي كأس العرب، فريق يعني عنده مستوى جيد، نحترمه فريق الأردن. لكن المباراة هذه مهمة جدا للمنتخب الجزائري. احنا عندنا الامكانيات ان نفوز على الاردن، عندنا الامكانيات البشريه في التعداد تاعنا، عنده الامكانيات ان نفوز على الاردن، لكن الامور ما راح تكون سهله، ولكن لازم التركيز تاعنا يكون جيد في هذه المباراه، لان مباراه التاهل لو تفوز بها تاخذ خطوه كبيره للتاهل قبل مباراه النمسا. طبيعي جدا، هي المباراة الأهم حسب رأيي من أجل تحقيق التأهل ومن أجل الوصول لمباراة النمسا في ظروف مريحة جدا، ولو أنه ممكن حتى المباريات الودية تغلط نسبيا، لأن المنتخب الأردني ليس في أفضل حالاته. شاهدناه من المنتخب السويسري الحقيقة قدم مباراة نسبيا أقل من المتوسطة يعني. صحيح، يعني المنتخب الأردني في منحنى تصاعدي في البطولات التي شارك فيها مؤخرا كما قال أستاذ أحمد، يعني بطل، ثم تراجع في المباريات الودية، ثم تراجع في المباريات، لكن ليست مقياس وليست معيار. المباريات لا تتشابه والبطولات لا تتشابه والتحديات لا تتشابه أيضا. يعني أعتقد أن تحدي كبير وطموح المنتخب الأردني، سيلعب هذه البطولة بدون مركب نقص، ليس له ما يخسره. أعتقد أن من حسن حظنا من وجهة نظري أن سنلعب مباراة الأولى ضد الأرجنتين، نخلص مع الأرجنتين ثم نهتم بالمباراتين اللتان تعتبرا مفتاح التأهل للدور المقبل. المباراة الثالثة هي مباراة النمسا. الجميع ينتظر في هذه المباراة. نتذكر مؤامرة 1982 ذكر بها السادة المشاهدين. في ذلك الوقت المنتخب الجزائري فاز على المنتخب الألماني وانهزم أمام المنتخب النمساوي.
ثم الجوله الثالثه كانت الجزائر وتشيلي والولايات والألمانيا تلعب مع النمسا ولعبوها مع بعض المنتخب الألماني. لعبنا يوم قبلهم ويوم قبل. ومنذ تلك الحادثة أصبحت المباريات من الجولة الثالثة في نفس التوقيت، باعتبار الحكاية كانت واضحة وفاضحة، ولهذا تغيرت المعطيات. على كل أنا عندي شهادة فقط لأني حاورت أولي شتيليكي مدرب اللاعب الألماني كان صريح جدا، قال لي لم نتفق قبل المباراة وإنما اتفقنا بين الشوطين. هذه للتاريخ، يعني في حوار قال لي لم نتفق قبل المباراة وإنما بين الشوطين اتفقنا بما أنهم لا يبادرون للهجوم فلن نبادر بالهجوم، والواحد-0 سيؤهل فريقين، نحن لن نبادر ما دام أنهم لا يبادرون، وهذا ما حصل. هذا اشتيليكي نعم. المهم حصل اتفاق صح، ولكن في الأخير صار اتفاق، هذا هو صار اتفاق مع الأسف يعني، ولكن القانون تغير والحمد لله. الآن المباريات في نفس التوقيت، ولو أنه حتى مباريات في نفس التوقيت كانت صارت حادثة سنة 1998 نتذكر بالنسبة للمنتخب المغربي وما حدث بين المنتخب البرازيلي والمنتخب النرويجي، باعتبار المنتخب النرويجي في صورة الفوز 2-1 أو 3-2 في تلك المباراة وفاز 2-1 يتأهل صحبة المنتخب البرازيلي، وهذا ما حدث مع الأسف. يعني حتى تلعب في نفس التوقيت في بعض الأحيان الحسابات ممكن لا تستطيع أن تسيطر عليها. صحيح، لكن الجزائر هو الأول بلد فاز بمباراتين في كأس العالم ولم يتأهل للدور الثاني. صحيح. على كل هذه المباريات الآن كابتن فؤاد، كيف ترى مباراة المنتخب النمسا؟ النمسا لعبت مع تونس وقدمت الحقيقة مباراة جيدة، باعتبار المنتخب النمساوي كان يلعب في نقص عددي، يلعب ب10 لاعبين تقريبا طيلة 55 دقيقة في هذه المباراة، وتمكن من تحقيق الانتصار وهو في نقص عددي. صحيح، يعني منتخب متطور جدا خلال الفترة الأخيرة. المنتخب النمساوي سيكون رقم صعب في هذه المجموعة، أكد لكم بأن ما يحتويه من تعداد وأيضا مدرب جيد، أعتقد أن سيكون رقم صعب في هذه المجموعة. وعلى المنتخب الجزائري التحضير جيدا لهذه المباراة، عدم الدخول في الصراع التاريخي والمباراة الثأرية، وإنما التركيز فقط في كيفية الخروج بالنتيجة المرضية التي تؤهلنا على الأقل في المركز الثاني، لأننا لا نريد أن نتأهل في المركز الثالث. كما قال محرز، يعني يكفيك فوز وحيد تقريبا وعدم الخسارة بنتائج ثقيلة في المباراتين الأخرتين من أجل التأهل كأفضل ثالث. يعني 8 من 12 ثالث يتأهلون إلى الدور الثاني. مباراة مهمة ومهمة جدا بالنسبة للمنتخب الجزائري. أعتقد أن علينا نسيان الجانب التاريخي. هو نقطة مهمة جدا ذكرها فؤاد، أن المنتخب الجزائري ممكن التفكير أكثر أنه يتأهل في المركز الثاني، لأنه الإمكانية تبقى واردة، لأنه على الورق الجزائر بإمكانه أن يكون أفضل من النمسا ومن المنتخب الأردني، على الورق بإمكانه أن يكمل خلف المنتخب الأرجنتيني. صحيح، هذه الاحتمالية واردة. والمباريات تكون 3 مباريات لازم تلعب من أجل الفوز، سواء تلعب ضد الأرجنتين أو الأردن أو النمسا، يعني تدخل بروح الفوز، ولكن بالتنظيم، ما ترميش روحك عشان تاخذ أهداف. خاصة المباراة الأولى لازم تلعب منظم، لازم تلعب مركز. نفس المباراة اللي لعبناها ضد هولندا مع أكثر تركيز وأكثر يعني نطالب بيتكوفيتش يعطينا التشكيل الصحيح، ما يغلطش في التشكيل وبعدين يغير. الرجوع إلى مباراة النمسا، فريق النمسا فريق جيد، كان أول في مجموعته في مجموعة جيدة من اللاعبين، وثاني يرجع إلى كأس العالم بعد غياب طويل من سنة 1992 ما تأهلش لكأس العالم. يعني عنده هذاك الشغف أن يؤدي دورة جيدة، ويعرف صعوبة المجموعة مهما كان. عنده الأرجنتين، عنده الجزائر، عنده الأردن، حتى كل الفرق يعرف صعوبتها. شاهدنا مباراته ضد منتخب تونس، لم يكن جيد في الشوط الأول 11 ضد 11، كان جيدا لما صار 10 ضد 11. 3 كرات على العارضة. تونس كانت الأقرب أن تسجل. هذا يعطينا انطباع أنه ممكن في إمكانية أنك تلعب تجاري فريق النمسا، ونظن أنه هولندا والنمسا عندهم نفس طريقة اللعب مع الجودة أعلى للفريق الهولندي. صحيح. يعني مباراة هولندا مفيدة جدا بشغف جماهيري كبير جدا أيضا من الجماهير. نذكر بمجموعة المنتخب الجزائري، كما قلت الجزائر ستكون مع المنتخب الأرجنتيني بطل العالم. المنتخب الأرجنتيني تقريبا أقوى المنتخبات في هذه الكأس العالمية، ثم
المنتخب النمساوي وأيضا المنتخب الأردني. مباراة الجزائر والأردن ستكون مباراة ديربي بكل المقاييس، ستكون المباراة الأخيرة باعتبار المباراة الأولى للجزائر ستكون مع الأرجنتين، المباراة الثانية عفوا ستكون أمام الأردن، في حين المباراة الثالثة ستجمع المنتخب الجزائري بالمنتخب النمساوي في مواجهة منتظرة على كل المستويات. منذ قليل في الكواليس يقول لي ننتظر فيهم بفارغ الصبر فؤاد، يعني يقول لي هذه المباراة ننتظرها بفارغ الصبر لأنه فيها ثأر من سنة 1982 وتلك المؤامرة الألمانية النمساوية. في آخر البرنامج كما قلت أستقبل نجم التكتيك بالنسبة لهذه الليلة كابتن وائل باللكحل. سعيد جدا بوجودك معنا. مرحبا بك هيكل، مرحبا بسي فؤاد، مرحبا بسي أحمد. على كل مع كابتن وائل طبيعي جدا سنتحدث عن تفاصيل الفنية، تفاصيل التكتيكية، تقريبا حالات تؤكد نقاط قوة ونقاط ضعف المنتخب الجزائري مع السيد بيتكوفيتش. ونبدأ وائل. خروج قاسي جدا المنتخب الجزائري بطل كأس العرب النسخة الماضية على يد منتخب الإمارات بضربات الجزاء. بالنسبة لي أنه مباراة يعني كانت تقريبا متوازنة، حتى بالنسبة لأداء المنتخب كان يعني ليس سيء. أداء المنتخب الجزائري خاصة المدرب وكيفية التعامل مع المباراة يمكن كانت فيه شوي أخطاء، لكن عموما كان يعني في مستوى المعهود. المنتخب الجزائري يعني كان متقدم بالنتيجة ويلعب أداء جيد جدا. التراجع صار بعد الهدف، بعد ما سجل الهدف رأينا تراجع كبير من المنتخب الجزائري، وخاصة من وسط الميدان صار يعني وكأنه فيه ثقل وبعض رعونة من الهجوم. شفنا كم فرصة ضاعت، يعني فرص سهلة جدا مثل فرصة البنزية وأيضا فرصة بولبينا، وبالإضافة أيضا إلى أنه يعني تم تسجيل هدفين لم يحتسبوا، هدفي بولبينا يعني كانوا كلهم قال لك تسلل. بالنسبة لضربات الجزاء يمكن عند على حسب يعني أنا ما شفت أنه المنتخب الإماراتي كان متدرب على ضربات الجزاء، بينما المنتخب الجزائري ما كان حاط في باله أنها يمكن تصل إلى ضربات الجزاء. لذلك شفنا يعني أداء أفضل بالنسبة للإماراتيين في ضربات الجزاء، يعني كانت يعني التسديدات الإماراتيين أفضل من الجزائريين. أيضا بالنسبة للحارس شو أنه الحارس يعني خاصة حارس الجزائري ضعيف جدا في ضربات الجزاء، لا يقوم بتحركات. بالإضافة أيضا حتى داخل الملعب أو في داخل المباراة لاحظت أنه الحارس الجزائري شحال أنه ما يطلع للكرات، إذا كانت ركنية أو أي عرضية ما يطلع، يحاول أنه يسد الكرة أو يرجع لها. وخاصة مثل ما شفتوا الهدف اللي سجلوا علينا ما طلع، قاعد يعني في مرماه حتى أنه وصلت الكرة وتم التسجيل عليه. يعني يظن أنه حارس ما زال يعني ليس بهذا المستوى. أنا أيضا يعني ما كنت أصلا أريد أسويه الحارس الأول للمنتخب، يعني يوجد أفضل منه. بالإضافة أيضا إلى الهجوم شفنا أنه بركان اليوم ما سوى ولا شيء، لأنه أيضا المنتخب ما لعب على العرضيات، لعب يعني لعب مباشر وهكذا، لذلك ما شفنا أداء اللي كنا ننتظره.